مساء الخير عليكم، كل سنة وانتم طيبين بمناسبة رأس السنة. فأنا بقى خطر على بالي أعمل تورتاية للولاد، بما ان بقى الأسعار غالية فتعالوا نشوفوا بقى هنعملها ازاي ومش مكلفة خالص. وهنبدأ بقى نحضر المقادير. هحط هنا كوباية لبن في الخلاط، وهضيف عليها كوباية الا ربع زيت، بس اهم حاجة يكون الزيت نضيف. وهضيف عليها كوباية سكر، هنا انا حطيت اللبن مع السكر مع الزيت، وهضيف عليهم نص كوباية كاكاو اسباني. وبكده يا حبايبي ضفنا المكونات، وهضربهم انا كده اهو في الخلاط. لازم المكونات كلها اللي حطيناها تندمج مع بعض. وانا هنا هحط عليهم هضيف عليهم 3 بيضات. خدوا بالكم انا هنا ليه بضيف بيضة عشان اتاكد ان البيض بتاعنا مفيهوش حاجه بايظه تبوظ لنا الخليط بتاعنا. وضفت هنا 3 بيضات، وهرجع اضرب الخليط تاني. حطيت كيس فانيليا، وهضرب الخليط تاني كده مع بعض. وهضيف معلقة ونص كده من الخل، وهرجع اضربه كده ضربة بسيطة تاني. وهضيف كده 3 كوبايات دقيق، وهنخلهم كده كويس عشان لو في برضو تكتلات ولا حاجة زي اللي انتوا شايفينها كده بشيلها. وهضيف انا كده مع الدقيق كيس بيكنج باودر، وهضيف عليهم كده رشة ملح، وهنزل كده بالخليط واحدة واحدة كده. يعني ايه بنزل بقى بالخليط وايه بضرب الخليط كده ببعضه بالمضرب، ولازم اتأكد ان الخليط اندمج مع بعضه. وهجيب كده صينية مقاس 30 في 40 زي ما انتوا شايفين كده. انا بحط الخليط في الصاج، اتأكد كده ان الخليط كله بقى سوا في الصاج. وهجيب شوكة كده همشيها كده في الخليط زي ما شايفين كده شمال ويمين كده، عشان الفقاعات اللي في الخليط تطلع منه يعني. وهدخلها الفرن. انا قايده الفرن على درجة حرارة 180، وهسيبها كده حوالي تلت ساعة، يعني 20 دقيقة بالظبط مش اكتر، عشان خاطر ما تتحرقش. وعلى بقى ما تستوي يا حبايبي هجهز بقى كده انا الكريم جانتيه. هكون محضره ميه متلجه، لازم تكون ميه ساقعه جدا، وهحطها كده واحط الكريم جانتيه واضربها كده بالمضرب. لازم كده تاخد وقتها بالمضرب لحد ما اشوف القوام اللي انا عايزاه. انا هنا لقيتها خفيفه زودت لها شويه كريم جانتيه تاني، عشان انا عايزاها كريمه كده قوامها يكون كويس متماسك كده، مش ولا تقيله ولا خفيفه زي ما انتوا شايفين كده القوام دوت. وهنا برضو انا لقيتها تقيله شويه، حطيت لها برضو شويه ميه تاني عشان اخففها شويه بس. بضربها كده كويس. انا نقصتها، خدت نص كريم الجانتيه عشان عايزاها ابيض، وعملت النص التاني بالكاكاو، ضفت عليه كاكاو عشان عايزاها حبه كده وحبه كده للتزيينه بتاعت التورتايه. بضرب كده انا اللي بالكاكاو اهو.
وانا هنا طلعت الكيك وقسمته 4/4 وكل ربع قسمته 2 زي ما انتوا شايفين كده. طلعته على سيرفيس وهبتدي بقى اعمل رق كيك ورق كريم جانتيه وهستمر على كده. وبكده التورتايه جهزت وحطيت عليها رق الشوكولاته من على الوش وهبتدي ازينها كده. يا حبايبي انا زوقت التورتايه وزي ما انتوا عارفين طلع من التورتايه بواقي وكسر، فانا طبعا استغليته وعملت كده اطباق للاطفال وطبق كب كيك. بصوا بقى يا حبايبي انا هنا قطعت التورتايه ما تفرولتش ما فيهاش اي حاجه خالص وجميله جدا. وبحط كده بجهز الاطبقه. بصي التزيين بتاعها جميل جدا. بصوا يا حبايبي عامله ازاي. وبعد المجهود ده بقى يهمني اعرف رايكم في التعليقات عشان بيشجعني. وما تنسوش اللايك وتابعوني على قناه توتال مهندس. السلام عليكم ورحمه الله.